السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، طبعا وحشتوني. هتكلم معاكم في فيديو النهاردة عن طاقة برج الدلو للأسبوع الرابع من شهر مايو يا برج الدلو. برج الدلو هنفتح على طاقتك ونشوف توقعات الأسبوع الرابع من شهر مايو. برج الدلو دي طاقة عامة، يعني خد الجزء بس اللي في القراءة اللي ينطبق عليك، وممكن القراءة تكون عكسية. برج الدلو للأسبوع هنفتح على طاقتك وهنشوف برضو طاقة الحبيب، الشريك، نواياه، مشاعره، اتجاهك يا برج الدلو. برج الدلو كوين اوف سورد. اوكي، شايفاك عايز تاخد خطوة فيها جراءة كده، او خطوة فيها شجاعة يا برج الدلو، كأنك عايز تتحرر من وضع او في حاجة انت مقيد فيها وعايز تتحرر بقى، يعني كأنك انت كاتم حاجة جواك وعايز بقى تنفجر او عايز تطلع من الطاقة دي. شايفاك عايز تاخد خطوة فيها جراءة او فيها شجاعة، وكأنك بتقول لنفسك اللي يحصل يحصل، او ممكن عايز تواجه حد، عايز يعني تعاتب حد. تو في سورد. برج الدلو انت ما بتنامش، انت تعبان. شايفاك شغال تفكير 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 طول الوقت في امر او وضع معلق ممكن ما بينك وما بين طرف. انت عايز تعرف ممكن الوضع ده هينتهي على ايه. يعني انت كانك بتقول لنفسك انا في وضع معلق، يعني انا، يعني من الواضح كده يا برج الدلو ان انت في طرف معاك او في حد معلقك، يعني مخليك في طاقه تفكير زايده، ولا مرسيك على البر، ولا معرفك ان هو هيسيبك. من الواضح كده هانجد مان تقف سورد ان انت في وضع مزود طاقه تفكيرك، مخليك ما بتنامش بسبب ان في وضع عندك معلق. لكن طاقتك انت يا برج الدلو، يعني انا شايفه ان انت بتزداد قوه، او ممكن انت من كتر اللي انت مريت بيه او اتعلمت الدرس كويس يا برج الدلو، فانت بتبين ان انت شخص قوي، مفيش اي حاجه تاثر فيك. شايفه ان انت بدات تواجه، الاول انت ما كنتش بتواجه. شايفه ان انت في مواقف بتتحط فيها بدات تواجه خلاص، يعني كانك كده بتقول لنفسك انا مش هخسر قد اللي خسرته. شايفاك عايز يعني تطلع من وضع يا برج الدلو. طيب برج الدلو، شايفه في عندك عروض، وممكن يكون في عندك عروض عمل، او ممكن يكون انت محتار ما بين عمل، او ممكن انت في عمل في الوقت الحالي وحاسس ان العمل اللي انت فيه ده مضغوط، تعبان، بتبذل مجهود جامد، وفي نفس الوقت برضو انت مش قادر تسيبه. وممكن يكون في عندك عرض عمل تاني، فانت خايف تسيب العمل ده لما تتوفقش برضو في العمل التاني. شايفاك في طاقة حيرة بالنسبة لعمل جديد وعمل انت موجود فيه في الوقت الحالي يا برج الدلو، او ممكن انت في معروض عليك حاجتين وانت محتار، وفي نفس الوقت انت عايز حاجة تغطي التزاماتك او تغطي الضغوط اللي عندك. طيب برج الدلو، كوين اوف بنتكل، زمون. من الواضح كده لو انت بتتعامل مع حوت، عايزه اقول لك ان انت في طاقه حيره. في شخص ممكن يكون برج ترابي، او ممكن يكون عذراء، او ممكن يكون حوت. الشخص ده حطك في طاقه حيره او مخليك في طاقه انتظار، يعني ممكن الشخص ده مديك مهله ان هو هياخد خطوه، او ممكن مديك مهله معينه، او انت شايف ان الشخص ده في عنده حاجه مستني ما الامر ده ينتهي، وبعد كده مستني تشوف قرار الشخص ده ايه. لكن برج الدلو، البعض منكم، عايزه اقول يا جماعه البعض منكم من برج الدلو في عنده ترقيه، او ممكن في عنده تطور ايجابي في العمل. اوريدي الناس اللي هي ماسكه منصب او ماسكه حاجه معينه او اداره، بيرقص شيء، في ناس بتشتغل تحتيه، فانا عايزه اقول لك، او تحت قيادته. عايزه اقول لك يا برج الدلو ان في عندك ترقيه من منصب لمنصب اعلى. برج الدلو، شايفاك بتراقب حد من بعيد لبعيد. ذا لافرز. طلعي كمان عندك طاقه برج الجوزاء، عايزه اقول لك ان انت بتراقب حد وفي نفس الوقت متخفي، يعني ممكن تكون بتراقب حد من اكونت تاني، او ممكن من رقم تاني، او ممكن شايفه ان انت بتراقب حد عايز توصل لحاجه، او عايز توصل لمعلومه معينه، او ممكن حد انت شاكك فيه. فانا شايفه ان انت محتار، يعني عايز تعرف فعلا الشخص ده صادق، هل الشخص ده فعلا بيتعامل مع حد تاني، في عنده علاقات. فانا شايفه ان انت بتستكشف من بعيد لبعيد كده، متخفي، امر يخص شريك عاطفي او حبيب عاطفي يا برج الدلو. تمام، بس متخفي، يعني ممكن انت ما بتراقبش الشخص ده من الاكونت بتاعك، او ممكن من رقمك انت، ممكن كمان تكون بتتصل بيه من ارقام غريبه. اوكي، عايزه اقول لك كمان يا برج الدلو، ناين اوف سورد. برج الدلو البعض منكم يا جماعه في عنده احتفال، ممكن احتفال بنجاح، ممكن في يعني
مولود جديد، ممكن في فرحه لحد من اهل بيتك يا برج الدلو في الفتره القادمه ان شاء الله. شايفه في احتفال او في انتصار هيبقى عندك او لحد من ولادك او حد من المقربين عندك. اوكي، وممكن يكون ده نجاح عندك، يعني ممكن يكون في انت اللي اوريدي عندك نجاح في دراسه، تمام، او في عندك حاجه او نجاح في عمل. شايفه في عندك زي احتفال الفتره القادمه عندك يا برج الدلو. طيب ناين اوف سورد برج الدلو، يعني ده غير تو اوف سورد، غير طاقه الحيره ان انت ما بتنامش، انت تعرضت لصدمات، انت اتعرضت لمواقف فيها صدمات، او ممكن يكون انت اتألمت للدرجه دي يا برج الدلو. يعني انا شايفه في صدمات، وفي نفس الوقت برضو انا شايفه ان انت عايز تلوم حد. انت الاول كنت حاسس ان الحد ده بين ايدك يا برج الدلو، او كنت حاسس ان انت تملك الشخص ده جدا. دلوقتي من الواضح ان انت بدأت تحس ان الشخص ده مش في ايدك، لا الشخص ده انت اصلا مش عارف حتى توصل له ولا تكلمه، لان انا شايفه ان انت عايز تلوم حد، وفي نفس الوقت بتقول لنفسك هل الحرب اللي انا هدخل فيها، او المعاناه اللي انا هدخل فيها، او طاقه التفكير او الانتظار اللي انا فيه ده، هل الشخص ده يستحق؟ فانا شايفه ان انت محتار، عايز تبذل مجهود علشان توصل لامر معين ما بينك وما بين شخص، وفي نفس الوقت خايف ان انت تبذل مجهود، والمجهود دوت تحس في الاخر ان الشخص ده ما يستحقش. وبرضه شايفه ان انت تعرضت لصدمات، اتعرضت لازمات يا برج الدلو. في ناس طعنتك، في ناس اذتك، في ناس خانتك، او في ناس اتكلمت عليك. مش شرط يكون بسبب الشريك العاطفي بس، يعني ناين اوف سورد انت يعني لا، طاقتك يعني انت متدمر يا برج الدلو. برج الدلو جاستك في عندك عداله لو حاجه تخص محكمه، وشايفه في حد هيساعدك في شيء، في حد هيساعدك في شيء يا برج الدلو. ممكن يكون انت في ازمه، او في عندك مشكله، او ممكن في امر عندك معلق يخص محكمه، فعايزه اقول لك هيبقى في مساعده من حد، وفي امر هيكون النتيجه لصالحك، وفي نفس الوقت شايفه في حد هيدعمك، او في طرف هيساعدك لو في عندك اوراق معلقه، او ممكن يكون لو في عندك حاجه تخص محكمه. لكن يا برج الدلو حاذر، شايفه في مواجهه ما بينك وما بين برج قوس، يعني ممكن هيبقى في مواجهه ما بينك وما بين برج القوس، وطالع لي كمان برج الميزان، تمام، يعني انا طالع لي برج القوس وطالع لي كمان برج الميزان. برج الدلو البعض منكم طبعا في طاقه انفصال، شايفه ان انت منفصل، ممكن تكونوا متزوجين منفصلين، وانت بتدور على حق ممكن، او لسه مستني حقوق ليك في محكمه، لكن في حد هيساندك، في حد هيساعدك، في حد هيقف جنبك في مشكله. اوكي، وفي نفس الوقت برضو اوكي برج الدلو للناس المنفصلين، من الواضح كده ان انت انفصلت بس انت خسرت، يعني ممكن انت بعد الانفصال اوكي بعد ذا تاور انت خسرت. ممكن كمان تكون خرجت من العلاقه دي بتشويش سمعه، او ممكن يكون في حد اتكلم عليك، او ممكن يكون اهل الشريك، تمام، او ممكن يكون ناس، لاني انا شايفه ان انت بتحارب في وسط ناس، وفي نفس الوقت كاني الموضوع بيشتعل اكتر، او المشاكل بتشتعل اكتر، لكن انا شايفه الناس دي حطتك في وضع كانها اتهمتك بشيء، وممكن يكون اهل من عندك انت، ناس مقربين من عندك انت، بس انا شايفه في حد حطك في وضع فيه اتهام يا برج الدلو، ومن خلال الاتهامات دي، او ممكن الكلام اللي حصل، او ممكن الخلافات اللي صارت دي، حصل الانفصال، او هم اوريدي كانوا عايزين العلاقه دي يبقى فيها انفصال. برج الدلو نشوف طاقه الحبيب او الشريك اتجاهك. بشوف اوكي، طبعا انا شايفه طاقه الحبيب او الشريك اتجاهك، يعني هو طالع لي بطاقه الكينج، كينج اوف وند، هو عايز يوصل لك ان هو كده مرتاح، او هو عايز يوصل لك ان هو في البعد، او هو كده يعني مهما يكون قرارك او قراره هو كده مرتاح ومبسوط. لكن عايز اقول لك يا برج الدلو، فور اوف كاب هو محتار، وفي نفس الوقت برضو عايز يعاتبك ويلومك ويواجهك، يعني هو من جواه كانه عايز يقول لك ليه الامور وصلت ما بيننا لكده، او ليه الامور وصلت ما بيننا لكده، انا مشيت في طريق وانت مشيت في طريق، او ممكن ايه ليه احنا سمعنا الاطراف تانية، ليه انت ما استحملتنيش، ليه انت ما انتظرتش، ليه انا ما استنيتش. فانا شايفه ان هو في جواه كلام كتير يا برج الدلو عايز يقوله لك، بس متماسك،
عايز يواجه، عايز يتكلم معاك، يعرف مين السبب، او يعرف ممكن تقولوا لي لا ده هو السبب، هو اللي بعد وهو اللي عمل، هو اللي اختار. بس انا عايزه اقول لك هو بيلوم نفسه، وفي نفس الوقت بيراجع حسابات، وكانه برضو عايز يشيلك انت بعض المسؤوليه. يعني هو عايز يقولك برضو ان مش هو بس الغلطان، انت برضو في اسباب. وعايز يقولك برضو ان برضو هو كان في عنده ظروف. من الواضح كده كمان البعض منكم يا جماعه كان في التزام بوعود، او في وعود ما بينكم، بس للاسف في تدخل من اطراف خارجيه، في ظروف حصلت. فانا شايفه ان حصل بعد، او الشخص ده انت جيت في الاخر حسيت ان هو متلاعب، او حسيت ان هو لا هو مش صادق معاك. والبعض كمان منكم 3 اوف سورد، البعض كمان منكم ممكن يكون انفصل او بعد عن حبيبه او شريكه بسبب طرف ثالث. فانت ممكن يكون الطرف الثالث ده سي عندك او عنده هو يا برج الدلو. فانا شايفه ان انت التزمت الصمت، يعني انت ما واجهتش. يعني ممكن يكون انت حسيت ان في طرف ثالث في العلاقه، فانت التزمت الصمت وقت محدد، كانك عايز تشوف رد فعل الشخص ده. طب في الاخر هيعمل ايه؟ هيختارني انا ولا يختار الطرف الثالث؟ هيبقى هيرجع لي انا؟ طب هياخد قرار؟ طب هيعمل ايه؟ فانا شايفه ان انت التزمت الهدوء فتره، كانك كنت بتتذاكى كده وعايز تشوف هو هيعمل ايه. وبعد كده حصلت المواجهات والبعد يا برج الدلو. الشخص ده عايز يبادر، باجو في كاب يا جماعه، يعني فور اوف بنتكل. طيب برج الدلو، من الواضح كده ان حبيبك او شريكك ممكن لو حصل بعد، انا شايفه ان هو ممكن عايز يبادر، بس عايز يطلب منك حاجه في السر او حاجه في الخفاء. او ممكن الشخص ده هيقول لك اوكي، يعني انا عندي استعداد اقدم تنازلات، او ممكن ان احنا العلاقه دي ترجع، بس انت ما تطلبش مني حاجه في الوقت الحالي. يعني احنا ممكن نخلي العلاقه دي في السر. او ممكن الشخص ده لو انتوا منفصلين اوريدي وفي بينكم اطفال او كده، ممكن هيقول لك يعني هيحسسك ان هو فعلا محتاجك في حياته، بس يبقى بعيد عن الاطراف اللي فرقت ما بينكم، والناس اللي اتكلمت عليكم، والناس اللي كانت عايزه العلاقه دي تنهار. فانا شايفه ان في امر هيتعرض عليك يا برج الدلو، بس يبقى في السر. او ممكن العلاقه ان انتوا تكتموا عليها شويه، او ان انتوا ما تعلنوش عنها في الوقت الحالي. ممكن يكون بسبب اهل، او ممكن يكون بسبب طرف ثالث عند الشريك او الحبيب. تمام؟ يعني ممكن يكون هو مفضل ان انتوا تقفلوا على العلاقه. يعني انا شايفه دي طاقه تفكيره، هو عايز يبادر ويقول لك كده، هو عايز يعيد حسابات، يعيد اخطاء، يرتب اموره تاني معاك. لكن في امر هو عايز ان العلاقه دي تبقى في السر الوقت، او في السر لغايه ما الشخص ده يظبط اموره مع الاطراف الخارجيه، الناس اللي بينه وبينهم توتر، او اذا كان 3 اوف سورد الطرف الثالث. طيب نشوف مشاعر الشخص ده او نواياه اتجاهك يا برج الدلو. مشاعر الحبيب او الشريك اتجاهك، هو عايز يحصل عليك مره تاني. باجو بنتكل، الشخص ده بيتمناك تاني يا برج الدلو، بيتمناك تاني في حياته فعلا. طلع لي كمان برج السرطان، هو عايز ياخد خطوات سريعه اتجاهك. يعني كأن الشخص ده مش قادر يستنى ان الوقت يطول اكتر من كده. ممكن تقولوا لي طيب هو ما خدش خطوه، او هو بعد برضو. عايزه اقول لك برضو ان هو حتى بعد الرجوع مش هياخد خطوه. يعني لو انت مستني ترسيم، مستني زواج، مستني اي شيء منه، هو مش هياخد خطوه مباشره. الشخص ده زي ما قلت لك هو عايز العلاقه تبقى في السر الوقت محدد، وبعد كده يبدأ يرتب أولوياته. يعني لو هو في عنده طرف ثالث يطلع منه أو يستقر، أو ممكن لو في مشاكل ما بينه وما بين أهل معترضين، زي ما أنا ما شايفة في تدخل من أطراف تانية، ممكن يهدي الأمور وبعد كده يبدأ يعلن. فأنا شايفة إن هيبقى في وضع صامت ما بينك وما بينه فترة، هو ده اللي عايزه حبيبك أو شريكك. طيب خطواته، شايفة في تقدم، في أحداث سريعة، في حاجات هتحصل منه. هو مش هينتظر كده كتير يا برج الدلو، انا شايفه ان هو بيفكر، وفي نفس الوقت في خطوات وفي احداث هتحصل منه تاني. يعني ما تفتكرش ان صمته ده خلاص العلاقه انتهت. مشاعره اوكي زور لي، هو عايز يتحرر بيك لمرحله جديده. يعني الشخص ده عايز يطلع بيك للعالم يا برج الدلو، وكأن الشخص ده بيقول لك بقى خلاص كفايه مشاكل، كفايه اللي احنا مرينا بيه، كفايه الدايره المغلقه اللي احنا كنا فيها، وخلاص نتحرر بقى، نتنفس، نعيش الذكريات، نعيش اللي احنا كنا متفقين عليه، نعيش يعني الاوقات الجميله نعوضها تاني. اوكي؟ وخاصه من بعد ما انت
بينت له ان انت ممكن تسيبه في اي وقت. يعني من الواضح كده ممكن ان انت هددته، او ان انت بينت له ان انت ممكن تقفل الصفحه دي، ان انت تشوف حياتك، ان انت تشوف نفسك، تشوف مستقبلك، تشوف حياتك مع حد تاني. فانا شايفه ان هو عايز مرحله جديده معاك علشان يثبت لك نواياه، وفي نفس الوقت برضو الشخص ده يعني هيبقى في منه شروط ان انت تنتظر عليه بعض الوقت يا برج الدلو. طيب مصير العلاقه ايه ما بينك وما بينه؟ طبعا شايفه في عنده طاقه حنين. لو انتوا في بينكم ولاد فانا شايفه ان هو عايز يرجع العلاقه تاني. طالع لي تاني برج الاسد. هو بيتألم، وخاصه كل ما انت ما بتقوى يا برج الدلو هو بيحتار في امرك. كل ما انت ما بتقوى وكل ما انت بتكون مسيطر اكتر، بتجمد قلبك اكتر، شايفه ان هو بيحتار اكتر. لكن فعلا انا شايفه ان الشخص ده عايز يوصل او يحقق اهدافه معاك. يعني هو شايف ان علشان يحقق اهدافه او يوصل للامان او الحياه اللي فيها استقرار، فهو عايز يوصل بيك انت يا برج الدلو. لكن فعلا الشخص ده ممكن يكون مريتوا انتوا الاتنين بازمات، وممكن يكون هو مر بازمات فعلا وعمل ستوب فجاه، وقف فجاه. حسيت ان هو خلاص يعني انسحب مره واحده، او فجاه اختفى، او فجاه الشخص ده يعني اتشقلب حاله 180 درجه. ده اللي مخليك في طاقه حيره. والبعض منكم كمان انا شايفه ان انت يا برج الدلو يعني شايف ان حبيبك او شريكك دوت شخص اتعامل معاك بمكر، او اتعامل معاك باسلوب فيه تلاعب. لكن انا عايزه اقول لك ان هو هيبدا ياخد خطوات وهيبين لك فعلا نواياه الشخص دوت. طبعا احنا قلنا الابراج، هنعيد تاني الابراج اللي ظهرت معانا. معانا سرطان، معانا اسد، اوكي، معانا حوت، قوس، حوت تاني، ميزان، في معانا برضو ثور وعقرب ودلو زيك يا دلو، اوكي، وحمل وجوزاء. اوكي الابراج اللي ظهرت معانا. طيب برج الدلو، ناخد نصيحة ليك، نشوف نصيحتك ايه. نصيحة لبرج الدلو للأسبوع الرابع من شهر مايو. نصيحة لبرج الدلو، الوضوح. برج الدلو، نصيحتك بتقولك انظر إلى هذا الموقف بعيون مفتوحة. يعني خلي عينك مفتوحة للموقف اللي حصل، أو أي موقف يحصل قدامك خلي عينيك مفتوحة. استخدم الحقيقة لتنويرك، واستعمل الحكمة في كل اختيارات حياتك المهمة والعاطفية. يعني الكارت ده بيقولك، او النصيحة دي بتقولك خليك واضح، وفي نفس الوقت خلي عيونك مفتوحة لأي حاجة تحصل في حياتك. اوكي. طيب برج الدلو، نشوف نصيحة الملايكة ليك. إذا كنت تصدق، يعني معنى كده ان في امر هيحصل معاك يا برج الدلو، وهتحس ان انت مش هتصدق نفسك، او هتحس ان انت يعني في تغيرات هتحصل. يعني هتقول لنفسك يعني استحالة يعني ان ده كان يحصل. استمع الى حدثك، حاول ان انت تستمع الى روحانياتك او حدثك يا برج الدلو. في اشارة، ممكن في علامة، ممكن في حاجة تجيلك او استنتاج من حدثك. يعني علي روحانياتك واستمع الى حدثك يا برج الدلو. طيب الاوركل رومانس هتقول لك ايه؟ الاوركل رومانس، مشاعرك حقيقية وتستحق الاستكشاف. مشاعرك حقيقية يا برج الدلو، والمفروض ان انت تعلن عن مشاعرك، يعني تستكشف مشاعرك اكتر، يعني ما تخفيش مشاعرك يا برج الدلو. برج الدلو برضو الاوركل بتقول لك حياتك العاطفية تصعد الى مستوى من الالتزام. حياتك العاطفية بتصعد لمستوى من الالتزام العاطفي. طيب برضو نسحب لك كارت تاني. الكارت بيقول لك العزلة والوحدة وعواقب العجرفة. برج الدلو، بلاش تنعزل، بلاش الوحدة، بيبقى فيها عواقب او بيبقى فيها
آه يعني بعض الطاقات السلبية يا جماعة بتكون من العزلة والوحدة. حاول ان انت تطلع من الوحدة او العزلة دي يا برج الدلو. وبرضه في نفس الوقت ممكن تكون انت مش معترف بآراء اللي حواليك، فانت بتاخد لنصيحة يعني برأيك انت. لكن حاول ان انت تطلع من العزلة، حاول ان انت تاخد بآراء الناس اللي حواليك، حاول ان انت تقرب من الناس شوية يا برج الدلو. من الواضح ان انت انعزلت شوية. لكن ان شاء الله في تقدم الفترة القادمة يا برج الدلو عندك، وفي ان شاء الله البعض منكم زي ما قلنا في القراءة، في ان شاء الله هيبقى في تلميحات او هيبقى في رجوع للبعض ان شاء الله. بس زي ما قلت هيبقى في شروط من الطرف الاخر، وهيبقى في لوم وعتاب. برج الدلو دي كانت قراءتك للاسبوع الرابع. ان شاء الله انتظروني في القراءات ان شاء الله في الشهر الجديد ان شاء الله الاسبوعية. بشكرك جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.